ربنا بيحبك على فكرة، عشان خلى الفيديو ده قدامك. ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط؟ لم يعب طعاما قط ليه؟ يعني مثلا ما يقولش على ده حلو ده وحش ده مش عارفه ده، لا ما فيش. النبي يا جماعة، حتى لما في مرة جاله واحد ووداله شوية عنب كده، فالنبي خدهم منه. فطبعا الصحابة معاه قاعدين مع النبي، فواخدين على ان هو اي حاجة بتجيله او اي حاجة بياكلها بيديلهم منها. فجاء في الموقف ده وما عطاهمش حاجة، فهم استغربوا، قالوا ليه يا رسول الله انت على طول بتدينا يعني من الحاجة اللي بتاكلها يعني وكده، ليه ما عطيتناش ليه؟ فجاء قال لهم بصوا صاحبي عطاني حاجة وكده وفرحان ومبسوط ان هو عطاها لي، هو بس العنب كان مزز شوية يعني ما كانش طازة او كان بايظ او كان في حاجة. فالنبي ما حبش، طبعا النبي عمره ما هيعلق تعليق سلبي ولا الكلام ده على الكلام ده. النبي الرقيق الجميل اللي فيه كل الصفات الحلوة، طبعا كامل من كل حاجة. اما ليه قال لهم بس خشيت ان حد منكم يحرجوا بكلمة او يقول له ده وحش او ده بايظ، او زي ما احنا بنعمل تيجي رميها في وشها الحاجه، يا شيخه روحي جيبي حاجه عدله ما تجيبيش، والكلام اللي بيتقال ده ليه؟ طب ما تخليكي هينه لينه هتكوني محبوبه، الناس كلها والله العظيم هتحبك وتقرب لك. الدنيا اسهل من كده بكتير يا جماعه يعني. ومن احسن قولا، مين احسن قولا؟ دعا الى الله وعمل صالحا. محتاجين والله العظيم نقرب من ربنا شوية ونتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات الجميلة دي، الحاجات التحفة دي. دي حاجة مهمة، الرسول بيعلمنا، مش عشان هو جميل ورقيق وما ينفعش ان هو اصلا يقول حاجة زي كده، لا مش عشان كده، ده عشان يعلم الناس ان انتوا حتى لو جات لكم حاجة بايظة لا ما تحاولوش تحرجوا الناس، اتعاملوا معاملة احسن من كده بكتير، بلاش احراج. بلاش يعني الكلمة الطيبة صدق. ارضوا يعني ايه، وما اجبروا بخاطرك. جبر الخواطر ده حاجة حلوة قوي يا جماعة، اصلا لما تجبر بخاطر قدامك ربنا يجبر بخاطرك، وشوف جبر ربنا بقى هيبقى عامل ازاي يعني. يا رب يا رب يا رب ربنا يجبر بخاطر اي حد، يجبر بخاطر حد تاني، اللهم امين يا رب العالمين. فلازم نتعلم الحتة دي. كمان حاجة تاني اساسي، عشان خاطر انت بتقولي الكلام زي ده او اي حد يعني بيقول حاجه زي كده قدام ابنه قدام بنته قدام حد، انت بتعلميه الكلام ده. لما تلاقي طفل يجي يستهزأ بحاجه او يقلل قيمه حاجه او يرد على حد باسلوب مش كويس او يقول كلام مش مقبول، اكيد الطفل ده سمع الكلام ده من حد قبليه، من ابوه من امه من اخوه من اخته من العيله من اي حد، من صاحبه من صاحبته، من اي حد يعني موجود يعني، او اي حد بيتعامل معاه يعني. فبلاش كل واحد يركز في الكلام اللي بيقوله ويركز في كل حاجه بيعملها، عشان معاكي الاطفال دول بيسمعوا الكلام اللي انت بتقوليه ده وبيعيدوه وبيكرروه وبيتعاملوا بيه مع الناس. طب انت اقل كلمه، ما انت زي ابوك ما ابوك كده، انت زي امك ما امك كده، انت زي اخوك ما اخوك كده، انت فاهمني او فاهماني يعني. فهي كده يعني. مثلا انا جايبه البنت ايه دي، ايه لعب، بس مش لعبه اي لعبه، تعليم قران كريم. تفتح سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آية الكرسي، ايا كان بتتعلم. هي والله العظيم بتقعد كده وتقعد تدعي وترفع ايدها وتقول يا رب يا رب، عشان انا بعد اقول قدامها يا رب اهدي فريدة، يا رب بارك فيها، يا رب تخليها تسمع كلامي. والله العظيم زي ما انا بعمل بتعمل. ما نيجي نصلي مع بعض انا وباباها وكده يعني، تيجي واقفة معانا وتصلي من غير ما اقول لها، لدرجة ان هي بتعمل حاجات يعني تخليني ممكن اضحك في الصلاة، بمسك نفسي بالعافية يعني. شوف انا عايزة اوصلك ان كل الحاجة الحلوة اللي بتعمليها هتنشريها، هتلاقي الناس بتعمل زيك، هتلاقي ولادك بيقتدوا اللي انت بتعمليه ولادك هيعملوه. فلازم نعمل خير وتلاحظي وتخلي بالك من تصرفاتك عشان تطلع جيل كويس، جيل يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم. اشتراك يلا وتابعيني عشان تعيشي معايا جنة الدنيا. باي باي، مع السلامة.